السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا احنا كلنا عارفين ان اسعار السنه دي غاليه قوي علينا. فقررت ان انا اعمل لكم بديل قمر دين، حاجه كده اقتصاديه سهله قوي. هنعمل منها مشروب وكمان هنعمل مهلبيه كده. طعمها حلو قوي ومغذيه جدا. هتعجب كمان لو عندكم اطفال، هتعجبكم قوي. هنعمل بقى عصير طول الشهر وكمان مهلبيه. الطريقة سهلة قوي ومقاديرها بسيطة ومتوفرة ان شاء الله في كل بيت. اهم حاجة ما تنسوش اللايك علشان اعرف ان الفيديو عجبكم. كومنت حلو كده لو الفيديو عجبكم. معايا هنا جزرتين اتنين بس وكمان 3 برتقانات. البرتقان ده نوعه بلدي. لو انت حابة بقى تستخدمي سكري او بسرة براحتك خالص. وطبعا ممكن تضاعفي الكمية، يعني على حسب الكمية اللي انت عايزاها. معايا هنا الجزر. هبتدي اني اقشر القشرة بتاعته اللي بره دي، وبعدين هبتدي اني اقطعه لدواير رفيعة قوي علشان تسهل عليا ان هو يتسلق بسرعة قوي. هبتدي اني افضي الجزر اللي انا قطعته في الحلة كده، وبعدين اضيف عليه كوباية من المية. انا عايزة المية تغطي كده الجزر، وبعدين هحطه على النار واسيبه لحد ما يستوي خالص. معايا بقى البرتقان طبعا. قلت لحضراتكم اي نوع انتوا حابين تستخدموه. هبتدي اني اقشره واشيل اي قشره بيضه موجوده عليه، وبعدين بفتحه كده من النص واشيل اي بذره. انا مش عايزه اي بذر ولا عايزه اي حته بيضه موجوده في قلب البرتقان. فهتخلص تماما من الجزء الابيض وكمان من البذر. وبعدين هبتدي اني بقى في اضربه بقى في الخلاط او الهاند بلندر. يعني اي حاجة متاحة عندي وابتدي اني اضربه. طبعا في الوقت ده كان الجزر استوى معايا، وكمان سبته لحد ما يبرد خالص علشان هضربه بقى واستخدمه في الوصفة. انا هنا ضربت البرتقال، حطيت بس يعني زي معلقتين كده من المية. ممكن بنستخدمش مية خالص. وهبتدي اني افضيه كده في مصفى واصفيه واتخلص من التفل اللي هيطلع تماما من العصير. وبعد ما يعني بعد ما بصفيه بركنه بقى على جنب، وابتدي اني اكمل باقي الوصفه. طبعا لو كملتي لحد الجزء ده في الفيديو يا ريت ما تحطي، يعني ما تنسيش ان انتي تحطي لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. هنا بقى الجزر استوى معايا، وكمان مش هتخلص من شويه الميه اللي فضلوا فيه. هبتدي اني انزلها كده في واضربه في الهاند بلندر وانعمه جدا جدا. وبعد كمان ما بضربه بالهاند بلندر ببتدي اني اصفيه برضو زي ما صفيت البرتقال بالظبط. انا مش عايزه اي حاجه احس بيها وانا بشربه او بعمله مهلبيه كده، ما احسش باي تفل باي شوائب موجوده في قلب العصير. انا عايزاه متصفي خالص. يعني احس ان انا بشرب كده حاجه نازله يعني من غير اي عوائق موجوده فيها. هبتدي اني اصفي بقى الجزر. ما طلعش حاجه، يعني ما طلع حوالي معلقه كده صغيره من التفل ده. هتخلص بقى منها. وبعدين معايا كده العصير البرتقال جاهز وكمان الجزر. هبتدي اني افضي الاتنين على بعض واقلبهم بقى كويس وكده معايا عصير مركز. لو انا بقى عايزه اعمل عصير هبتدي اني كوبايه واحده وهزود عليها لتر ميه، وابتدي وازود بقى السكر اللي انا حباه، يعني السكر على حسب الرغبه. واشرب بقى عصير طول رمضان، حاجة متوفرة. البرتقال مش غالي زي القمر الدين. قمر الدين دلوقتي اكيد كلنا عارفين يعني اللفة غالي جدا عن السنة اللي فاتت. فاحنا هنعمل بديله. هنعمل بالبرتقال وبالجزر. وهنشرب طول الشهر احلى عصير، وحاجة كمان فيها فايدة جدا وكمان مركز جدا. هنبتدي ان احنا نزوده ميه لو حابين ان احنا يعني عشان يبقى خفيف. وطبعا السكر على حسب الرغبه. هوريكم قد ايه هو تقيل. بصوا تقيل ولونه حلو قوي
واحنا هنبتدي ان احنا نخففه كده بالميه ونزود السكر اللي احنا عايزينه، ونعمل بقى احلى عصير. كمان بقى احنا مش عايزين نشرب عصير، طيب هنعمله قمر الدين، هنعمله مهلبيه. في الحله كده هبتدي اني افضي العصير اللي انا جهزته، وهضيف عليه بس هشطه في الكوبايه كده يعني شويه ميه صغيرين، انزلهم. وبعدين على فكره ممكن كمان يعني تزودي كوبايه ميه او كوبايتين وتعملي كميه مهلبيه اكتر، بس انا حبيتها ان هي تبقى مركزه. وهضيف كده 3 معالق من السكر، طبعا السكر على حسب الرغبه. هضيف بقى معلقتين من النشا وهدوبهم ب3 معالق كده من الميه، وهفضيهم على البارد برضو على العصير اللي انا حطيته. وبعدين هحطها بقى على النار لحد ما تتقل معايا، وبيكون كده جاهز معايا احلى مهلبية طعمها حلو جدا. كمان فايدتها عالية قوي، الجزر والبرتقال، احنا كمان في الشتاء يعني رمضان السنة دي في الشتاء، فالحاجات دي ليها قيمة غذائية عالية جدا، وكمان متوفر جدا بقى في الاسواق. فنستغل بقى الفرصة دي ونعمل حاجة كده في البيت ونضيفة ومتأكدين طبعا من نظافتها، احنا عاملينها بقى بايدينا. هرفع بقى زي ما قلت لحضراتكم الخليط ده على النار لحد ما بيتقل، ده القوام اللي انا عايزاه. هبتدي اني افضيه كده في الكوب يعني في الاطباق. بس قوامه حلو قوي، وكمان لونه تحفة حلو جدا، هيعجبكم لو جربتوه. هبتدي بقى اني اغرب بقى في الاطباق كده. بصوا القوام حلو قوي ازاي، واللون تحفة والله، يعني هيعجبكم جدا، والطريقة سهلة وكمان اكيد كلنا عندنا برتقان وجزر في البيت، يعني حاجة متوفرة. مش هت خلينا يعني نشتري حاجة من بره. وكمان طعمها حلو جدا، مش هتفرق خالص عن طعم قمر الدين، وحاجة اقتصادية وسهلة. لو وصلتوا بقى للفيديو للحظة دي، ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشير بقى للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. وكل سنة وحضراتكم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.